رسالة لمن يهم الأمر. كم يوم انت بتقعد على القهوة وبتكبر دماغك من مراتك وأولادك، وانت كمان تقولي اشمعنى وتكبري دماغك، يا اما تقعدي تتكلمي مع اصحابك يا اما تفكري ان انت تخرجي او تتفسحي معاهم لوحدك وتسيبي الاولاد، مع ان انت عارفة ان كانت الدراسة صعبة وهم كانوا بيحاولوا يذاكروا عشان ينجحوا، ونرجع نقولوا الولاد بعيد عننا وما بيحكولناش حاجة وبعد كده نتصدم بحاجات رهيبة. حاولوا تتقربوا من اولادكم، حاولوا تنزلوا تخرجوا في اي مكان. الفلوس اللي انت بتدفعها على القهوة دي انت ممكن توفر اسبوع كامل، تمام، وتخرج معاهم خروجة بسيطة. يا سيدي بلاش، في اماكن تقدر ان انت تتفسح فيها وتفرح الاولاد ببلاش. الولد نفسه يحس بحنان الأب والأم، فبلاش نكون قاسيين عليهم ونحاول نوعيهم وكمان نخليهم يكتسبوا معلومات عن الحياة، دي هتفيدهم قدام. فنصيحة مني، حاولوا تتقربوا من أولادكم ونفكنا من لهو الحياة، لأن في حاجات أهم ومفيش أهم من أولادنا. باي باي.